قصر الكلام عشان نخلص بقى من وجع الدماغ والليلة دي. انت هتنزلي تعتذري لأمي واخواتي بالذوق كده ولا نزلك انا بالعافية؟ حرام عليك بقى يا علي، مش كل مرة تيجي عليا انا بالشكل ده علشان خاطرهم ومن غير حتى ما تسمعني. انا ما غلطتش في اي حاجة، هما اللي كل مرة بيغلطوا فيا، ولو اخر يوم في عمري انا مش هنزل ولا هعتذر. ده الكلام اللي حصل ما بين ابني ومراته بعد 3 شهور جواز، بعد ما مشي ورايا وورا كلامي انا واخواته البنات. وقبل ما تعرفوا النتيجة ايه هاخدكم الاول تسمعوا الحكاية من اولها ومن البداية. بس الاول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو كنت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا الست أحلام، أرملة، وعندي ولد وبنتين، ورفضت الجواز وبقى أولادي هم كل حياتي، خصوصا بقى علي ابني هو الراجل بتاعي. أمال ليه؟ سندي وظهري. واتجوزت بنت من البنات بس للأسف اتطلقت ورجعت بقت عايشة معايا هي واختها الصغيرة اللي لسه نصيبها مجاش. أما بقى علي فصممت إنه يتجوز ويعيش في الشقة اللي فوقية. أمال ليه؟ ده أنا ربيته وكبرته وشقيت، لازم ما يطلعش من بيت العيلة أبدا زي ما هتشوفوا كده. مالك يا علي يا ابني شارد قوي كده ليه وشايل الهم؟ ده انت رايح تخطب نورهان حبيبة القلب. ما هو ده اللي قلقني يا ماما، انا خايف اهلها ما يوافقوش على موضوع بيت العيلة ده. هي واد جمد قلبك كده شوية، انشف حبة، طالما بتحبك كله هيتحل واكيد هيقدروا يعني انك راجلنا الوحيد. وانت برضه يا امي معلش شوية من عندك انت، يعني ابقي طمني امها واخواتها، فهميهم انهم هيبقوا بعيد عنها في محافظة تانية، والاحسن انها تكون وسطيكم بدل ما تبقى غريبة ووحيدة كمان. ايوه يا واد، امال ايه؟ طبعا ما تخافش يا حبيبي، وانا كمان موصية اخواتك البنات يطمنوها ويعاملوها كأنها منهم واكتر، علشان اخوهم وراجلهم الوحيد يفضل في وسطهم. ما هو انت يا ابني برضو لازم تبقى فاهم انك ما ينفعش تسيبنا واحنا ولايا كده لوحدينا من غير ظهر لأي سبب من الأسباب، ولا ايه يا علي؟ طبعا يا أمي أكيد، ما تقلقيش. ورحنا وتقدمنا لنورهان وقدرنا فعلا نقنعها هي وأهلها إنها تسكن في الشقة اللي فوقينا في بيت العيلة، خصوصا كمان أهلها اللي اطمنوا عليها أكتر لأنها هتكون وسطنا، علشان زي ما عرفتوا من شوية ساكنين في محافظة غير اللي احنا قاعدين فيها. وبعد الجواز بكام يوم كل اللي أنا وبناتي كنا بنفكر فيه إننا ناخدها تحت جناحاتنا نمشيها على كيفنا زي ما هتشوفوا كده. لا انتي لسه فاكرة تنزلي يا ست نورهان؟ هو أنا مش بعتلك من بدري؟ ما أنا يا طنط قلت لسهيلة إني هخلص اللي ورايا في شقتي وبعدين هنزل لحضرتك. هي ما قالتلكيش ولا إيه يا طنط؟ لا قالت لي، بس اللي أنا أعرفه من الأدب والتربية لما حد كبير يناديلك تنزلي له الأول، مش تمشي اللي في دماغك وخلاص. بس هي يا طنط ما قالتش إن حضرتك عاوزة حاجة، واللي فهمته إنك بتناديلي أقعد معاكم، فقلت أخلص اللي ورايا الأول علشان أقعد معاكم براحتي. تقعدي معانا ده إيه؟ أمال مين اللي هيعمل الغدا ويروق بس؟ لا أنا عملت الغدا خلاص فوق، انتي أو أختك تريحوا طنط بقى لو هي تعبانة وتعملوا انتوا بدلها. نعم، أمال انتي إيه لازمتك هنا بقى إن شاء الله؟ أكيد يا نهى لو حد فيكم تعبان أنا أشيله وأعمل له كل اللي هو عايزه من عينيا، أو لو طنط قاعدة لوحدها ممكن من وقت للتاني أعمل لها أي حاجة بمحبة وبطيب خاطر. لا بقى
لما يجيلك علي يعرفك الأصول ويعرفك كمان بيتنا ماشي ازاي. ورغم اننا كنا متفقين ان عيشتها هي وابني فوق منفصلة تماما، لكن برضو فضلت أنكش لحد ما بقى أكلها وشربها معانا تحت، وبقت تخدم تحت وفوق. ده غير بناتي بقى وغيرتهم منها، واللي كانوا ما يصدقوا أخوهم يرجع البيت علشان يشحنوه ضدها. بصوا كده. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ايه ده؟ مالكم قاعدين كده ليه؟ وفين نورهان؟ طلعت تتسبسب، هي وراها حاجة غير كده؟ أيوة، أختك عندها حق، أنا مش عارفة بصراحة. هي مراتك دي ما بتتكسفش، كل شوية تغير في هدوم وتسرح في شعرها، وبرفانات ريحتها جايبة آخر الدنيا. دي حتى ما بيهونش عليها تنزل لي أنا ولا أختك إزازة برفان من اللي عندها. معلش، هي نورهان كده بتحب تاخد بالها من نفسها قوي. أيوة يا أخويا، أيوة، دافع عنها، علشان كده ليها حق تبجح وترد وتفكر نفسها برنسيسة. هو في ايه يا أمي؟ في حاجة حصلت منها ولا ايه؟ هي مش بقت بتنزل وتعمل معاكم اللي انتوا عاوزينه كله؟ بتعمل وهي متغصبة، ده غير كمان ردها على ماما. زي ما انتم شايفين كده، نفضل نشحن فيه بالشكل ده، كلمتين مني على كلمتين من اخواته، لحد ما يطلع فوق يعرفها شغلها. ورغم انه كان عارف ان اخواته بيغيروا منها، لكن برضه كان يطلع ويتعصب عليها ويجبرها تنزل وتراضينا. كل ده في 3 شهور جواز وبس، لحد ما في يوم واحدة من البنات شدت معاها وزقتها. نورهان طلعت على شقتها، وأول ما رجع علي سبقنا له واشتكينا له. ما احنا كده بنسبق تملي. وطبعا أول ما طلع عمل اللي هتشوفوه فيها ده. أنا ممكن أعرف إيه اللي أنت عملتيه مع أمي وإخواتي ده النهاردة؟ أنا ما عملتش أي حاجة، هما اللي بهدلوني، وأختك مدت إيديها عليا، كل ده في وجود مامتك وموافقتها. أنا مش عاوز أسمع أي مبررات، تنزلي دلوقتي وتراضيهم قبل أي حاجة. طب اسمعني الأول، اسمعني زي ما سمعتهم. هو مفيش مرة تجيب لي حقي أبدا بدل ما تيجي عليا؟ أسر الكلام يا نورهان، علشان نخلص بقى من وجع الدماغ والليلة دي. انت هتنزلي بالذوق وتعتذري لأمي وإخواتي، ولا نزلك أنا بالعافية؟ حرام عليك بقى يا علي، حرام عليك. مش كل مرة تيجي عليا بالشكل ده علشان خاطرهم ومن غير حتى ما تسمعني. أنا ما غلطتش في أي حاجة، هما اللي كل مرة بيغلطوا فيا. وخلي بالك، لو آخر يوم في عمري أنا مش هنزل ولا هعتذر. كده؟ طيب، أنا هوريكي إزاي تقفي قصادي أنا وأهلي. تعاليلي هنا يا هانم. ويبصينا لقيناه نازل بيها وهو مجرجرها من شعرها على السلم، وهدومها متقطعة عليها، ورجلها كانت هتتكسر من كتر الشد والجر، ده غير الكدمات والجروح اللي كانت في جسمها. ووقتها كانت مشكلة كبيرة قوي، وواحدة من الجيران لما شافت كل ده جارت اتصلت بأهلها، أصلها كانت على معرفة كده بيهم. ويوميها قلنا الساعة 2 بالليل وقالوا لابني: تبقى بتحلم لو فكرت انك هتشوف شعرة منها تاني، وانا هعرف اجيب حق بنتي منك ازاي؟ يا عمي اسمعني بس، بنتك بتصغرني ومش فاهمة اني ما ينفعش اجي على امي ولا على اخواتي، انا راجلهم الوحيد. انا والله يا ابني مش شايف غير 4 ستات قدامي، لان الراجل ما يمدش ايده على بنات الناس ولا يبهدلهم معاه هو واهله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، دي عمايل تتعمل في عروسة ما بقالهاش 3 شهور. ان شاء الله هتدوقوا من اللي عملتوه ده في بنتي، دي الايام دوارة ومفيش اسرع منها. ما تهدي شوية يا حبيبتي كده وتهدي النفوس علشان ما تخربيش على بنتك، خليكي ناصحة. هو انت مين قالك يا ست انت ان احنا عايزين الجوازة دي؟ دي سلامة بنتي بالدنيا كلها. يعني ايه يا عمي الكلام ده؟
أنا مش فاهم حاجة. يعني أنت هتطلق بنتي يا واد أنت، وهناخد منك كل حقوقها، وإحنا بقى هنشد كرسي وهنتفرج على اللي هيحصل فيكم بعد كده؟ أمال أنت فاكر إيه؟ هو اللي اتعمل في بنتي ده سهل عند ربنا؟ وقتها إحنا قلنا يومين ويهدوا، وبعدين علي يبقى يكلمهم وخلاص الموضوع يعدي. لكن لا، ما كانش حد منهم عاوز يرد علينا، واخواته فضلوا يزنوا عليه انه يطلقها، لانها كده تبقى ناشز ويتجوز ستها. ويا ريته ما سمع كلامنا، لانه اتجوز اللي دفعتنا تمن اللي عملناه في نورهان ده غالي قوي. عرفتنا قيمتها بجد، ابدان بتتسلط على ابدان. بصوا كده. وبعدين يا ماما، في العقربة اللي ابنك اتجوزها لنا دي هنفضل كده مش عارفين ناخد حق ولا باطل معاها ومتفرعنة علينا بالشكل ده؟ هو مش انتم اللي قلتوا ان دي اللي هتكيد الاولانية؟ يا ناري، انا مش عارفة دي سحرة لاخوكم ولا ايه بالظبط. ده ما بيقدرش يقول لها تلت التلاتة كام. ايوه يا ماما، اكيد بيخاف منها، ما هي قوية، ولا مؤخر الصداق اللي كتبه على نفسه وكلكم، وانه ما جابليش حقي منها لما مدت ايديها عليا ده كوم تاني. ما انا قلتلك بلاش، دي مش نورهان الغلبانه اللي هتعيط شويه وتسكت. انا قلت يا ماما اوريها العين الحمراء علشان تبطل تتعوج علينا، لكن لا، دي فرعون بذات نفسه، قادره ومحدش بيقدرها. تقدروا بقى تقولوا كده؟ مراته الجديده دي طلعت علينا القديم والجديد، عرفت ازاي تسيطر على ابني وتمشيه تحت طوعها، وحتى لو شايفاني تعبانة قدامها عمرها ما تعمل لي اي حاجة ابدا. بالعكس، دي خلتنا احنا اللي نخدمها زي ما هتشوفوا كده. بقولك يا ماما، معلش ابقي خلي سهيلة ونهى يطلعوا يساعدوا ياسمين فوق، احسن تعبانة وعندها دور برد. يا حنين يا اخويا، ما تنشف يا واد كده شوية معاها، انت ايه اللي جرالك؟ هيكون ايه يعني يا ماما غير ان الهانم عرفت تسيطر عليه كويس؟ بقول لكم ايه، انا مش ناقص ومش حمل طلاق تاني، كفاية مشيت وراكم لحد ما خسرت الانسانة الوحيدة اللي حبيتها. هو للأسف اكتشفت متأخر قوي ان تدخلي انا وبناتي هو اللي بوظ حياة ابني، واتعلمت اللي ما يصونش بنت الأصول ويحافظ على عشرتها لازم هيدفع الثمن ويسدد دينه في الدنيا قبل الآخرة. هو إن بالمعاملة الطيبة هتكسبي بنت مش عدوة وهتسعدي ابنك. يا جماعة، عاملوا بنات الناس زي ما بتتمنوا بناتكم تتعامل، لأنه حقيقي داين تدان، وإلا الحقوق ما بتروحش أبدا عند ربنا. ودي كانت قصتنا النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة. ولو وصلنا لحد النهاية ما تنسوش تدعموني باللايك